السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض السينابون بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. شايفين بقى عاملة ازاي؟ طبعا الكريمة بتاعته حلوة اوي، الصوص اللي احنا بنحطه عليه او الكريمة هنعملها بطريقة حلوة اوي هتعجبكم. اول حاجة انا عندي هنا كوبايتين دقيق. الكوبايتين دقيق دول عبارة عن ربع كيلو، يعني انا كان معايا ربع كيلو عايرته طلعوا كوبايتين. حطيت معلقتين لبن بودرة او معلقة، حطيت رشة ملح، حطيت كيس فانيليا، حطيت ربع معلقة بيكنج باودر، حطيت نص معلقة خميرة كده حلو. هقلب بقى كل الحاجات دي كده على بعض. انا مش هعجن بقى بلبن، انا هعجن بمية عشان انا حطيت لبن بودرة وحطيت بيضة واحدة، يعني الربع كيلو دقيق هياخد بيضاية واحدة. حطيت شوية مية صغيرين خالص لان انا هضربه بقى في العجان، ولو عوزت مية هحط، لان لسه هنحط زبدة فالزبدة هتطري كده. انا بعد ما اتقلب شوية كده اتعجن شوية هحطله الزبدة، وطبعا نسيت احط السكر فهحط، يعني مفيش اي مشكلة، انا نسيت خالص احط السكر فحطيته يعني، وكانت لسه العجينة بتتعجن. طبعا العجينة ملزقة زي ما انتوا شايفين كده، عشان يطلع معاكي حلو لازم العجينة تبقى طرية. فعوزت ايدي زيت ولميتها زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى العجينة عاملة ازاي؟ طرية خالص معايا وملزقة عشان تبقى طرية معاكم وحلو. هسيبه بقى يخمر، هنعمل بقى الصوص بتاعنا او الكريمة بتاعتنا اللي بتتحط على الوش. عندي هنا كوباية سكر بودرة، كوباية لبن بودرة، عندي هنا جبنة كريمي من غير طعم خالص. يعني انا كنت جايبة البرطمان ده ب25 جنيه، عملت منه كتير اوي، فحطيت حوالي 4 معالق كده مليانين. ملهاش طعم خالص، مش بطعم اي حاجة، هي جبنة كريمي كده ملهاش اي طعم، بتتحط على الصوص بتاع السينابون وكده. حطيت مكعب صغير زبدة، حطيت مية سخنة مغلية، هقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين. طبعا مفيش اسهل من كده. هقلبه بقى كويس قوي. حطيت كيس فانيليا كده عشان يبقى ريحتها حلوة، وحطيت اللهم صل على النبي ربع كوباية كريم شانتيه، هو اللي بيتقل الصوص وبيخليه حلو كده ومبيبقاش خفيف. هحطه بقى في التلاجة، اسيبه لما يتقل معايا شوية. شوفوا خفيف ازاي. بعد كده هحطه بقى في التلاجة هيتقل ويبقى حلو كده. العجينة بتاعتنا خمرت اهيت. رشة دقيق كده، وبعد كده بقى ايه هنفرد العجينة. هو بيتعمل بكل سهولة. طبعا لو عاوزة كمية كبيرة فهتحطي بقى، هتكتري وكده. الكيلو دقيق بتحطيله اللهم صل على النبي 4 بيضات، نص كيلو بتحطيله بيضتين، وبتزودي بقى كل المقادير لو هتعملي كيلو. كده انا فردتها بقى بالشكل ده كده. هدهن بقى زبدة. الزبدة لازم يكون يعني ايه مش في التلاجة وكده عشان تبقى سايحة معاكي. هحط بقى ده سكر خشن، عليه قرفة، وعليه كاكاو. كنت عندي عاملة كمية، يعني كل ما بعوز حد بيطلب مني. طبعا انا عاملاه دوت لناس مش ليا. بعمل بيه كده. هلف بقى زي ما انتوا شايفين كده، ودهنت الصينية بتاعتي سمنة او زبدة يعني. هدهن بقى مية كده بالفرشة عشان تمسك معايا ما تفكش. طبعا ده كان اوردر مطلوب مني، كانت واحدة عاوزاه يعني وكده وعملتهولها. ببيع الواحدة ب25، ولو صغيرة، لو طلعت معايا صغيرة الحجم بتاعها ببيع الاتنين ب25 زي ما انتوا شايفين كده اهو. بضغط عليه كده من النص عشان ما يطلعش كده، اما يستوي بيطلع كده بيبقى شكله مش حلو، وما يخمر برضو هرجع اضغط عليه تاني. بقيس 3 صوابع كده، وعشان يبقى كله سوا واحد يعني او ارتفاع واحد. هسيبه بقى يخمر، لازم يخمر كويس قوي. شايفين بقى بعد ما خمر ملا الصينية وعمل ازاي. انا مشغله الفرن بقى على درجة حرارة 130. هحطه في الشبكة اللي في النص.
اهم حاجه تسيبيه يخمر عشان ينجح معاكي. بضغط عليه تاني اهو اللي هو في النص ده، بضغط عليه عشان يطلع مساوي وحلو. بعد كده بقى الصوص اللي احنا عملناه مع بعض او الكريمه، شايفين تقل ازاي؟ تقل بقى. انا سيبته طول النهار في التلاجة، يعني كنت عاملاه اول حاجه يعني. ف ضربته بقى بالمضرب. شايفين الكريمه بقى عملت فيه ازاي؟ اعملوه بقى بالطريقه ديت هتبقى حلوه معاكم اوي. شايفين بقى الكريمه؟ كريمه ربع كوبايه كريمه بتعمل صوص جميل اوي. خلاص بقى كده بعد ما خرج من الفرن، طبعا كبر يعني الواحدة بقت كبيرة ازاي وطالعة طرية ما شاء الله. عاملة ازاي؟ طري خالص. شايفين؟ ولونه جميل اهو، طري خالص ما شاء الله عليه. النتيجة بتاعته جميلة. هحطه بقى كده في الطبق كده اللي انا هديه للعميل فيه، او اللي هو طالب الاوردر دوت. هملاه بقى كده. شايفين ما شاء الله الكريمة دي الصوص بتاعها حلو اوي. في ناس بتشتكي ان هو بيبقى سايح ومش حلو. لما بتحطي بقى الكريمة عليها، كريم شانتيه، بيديله قوام حلو اوي. خلاص كده انا مليته وثابت عليها زي ما انتوا شايفين. هحط بقى الصوصات بتاعتي كده، كريم كراميل وشوكولاتة، وعندي صوص فراولة. طبعا انا جايباهم جاهزين فبحط على طول، يعني بريح دماغي وجاهز حلو يعني، وبيقعد معايا فترة طويلة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم ومع الف سلامة.